السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ معانا وصفة تجنن، وصفة مغذية جدا لأولادنا واقتصادية كمان في نفس الوقت، يعني رغم ان فيها مثلا فراخ وفيها كذا حاجة كده، بس بجد يعني مناسبة قوي ومغذية كمان. بصوا الكفتة بتاعت الفراخ دي كفتة تجنن، وبجد بطريقة وبأقل من صدر فرخة أصلا. يلا بينا نشوف الطريقة عاملة ازاي. معانا المكونات بتاعتنا، معانا أقل من صدر فرخة يعني كان عندي. جبته كده وقطعته، طبعا اتغسل كويس وقطعتها وهفرمها في الكبة بتاعتي. هحط عليها حتة ليا أو دهنة صغننة خالص، مع قرن فلفل أحمر وبصلاية صغيرة مش كبيرة. هخليها خشنة كده، مش ناعمة يعني قوي قوي. بس قبل ما احطها هعصرها من المية بتاعتها. البصلة بيبقى فيها مية طبعا، والفلفل لما بيتضرب برضو بينزل عصارة كده. فانا بحاول ان انا اعصر زي ما احنا شايفين المية كده، يعني عشان ما اخدهاش بيها. بعصر كويس، وبعد كده باخد التفل بتاع البصلة والفلفل هحطه على الفراخ بتاعتي المفرومة. زي ما احنا شايفين نعصره كويس بس عشان ما تفكش مننا، ونضمن ان هي تبقى زي ما احنا شفناها كده، والقوام بتاعها يكون متماسك وملمومة معايا، ما تفكش معايا لما اجي اقليها وتتحط في الزيت. معايا بقى السر الخطير ده، كوباية شوفان مطحون، دقيق شوفان تحفة بجد، مش هيحسوا بطعمها اصلا. ومع بيضايه كمان. وهنحط البهارات دلوقتي. معانا ملح، ومعانا المفروض فلفل اسود، جنزبيل، ممكن سنة توم بسيطة قوي قوي، مع بصل باودر وبابريكا. تمام كده. ونحط من كل حاجة يعني انصاص، وفي التوم بس اللي هو الباودر رشة صغننة، تمام مش كتير. والملح طبعا على حسب التست بتاعكم اللي انتوا يعني بتحبوا تاكلوا بيه الحاجة يعني. ويا ريت لو سنة بيكنج باودر بسيطة كده على خلطة الفراخ نفسها، الكفتة نفسها، علشان ما تبقاش معايا مكتومة وتبقى هشة. تمام كده. هنقلب بقى كل المكونات مع بعضيها ونبتدي نصبع. التصبيع ده على حسب ما انتوا حابين. انا جيت اصبع بايدي بصراحه، انا عايزه كميه معايا تتحط في الساندوتش، ما اقسمش اصلا من الصباع واللي هو يتحط على طول. فبصوا كده، يعني لقيت ان ممكن تكون حاجه كبيره حاجه صغيره، فقلت لا اسهل على نفسي، ورحت جايبه القمع. بس للاسف هي اللقطه دي اتمسحت، فما خدتش بالي ان هي مش موجوده اصلا، ومش موجوده عندي بصراحه. فانا رحت عاملاها بالقمع ونزلتها من القمع، وحطيتها في الصينيه، وبعد كده حطيتها في الفريزر لو انا هشتغل فيه على طول، او في التلاجة بتقعد شوية كده واطلعها. ايا كان الوضع اللي انتوا هتعملوه بيها، لو سريعة لو كده انا بحطها بستسهل واحطها في الفريزر واطلعها بعد كده واروح عاملاها على طول. تعالوا بقى نشوف. عندنا بقسماط مطحون على المفروض فيجيتار جاهز، ما يعني بيبقى متبل، فخدوا بالكم من التتبيله. هحط عليه نفس التوابل اللي حطيتها ما عدا البابريكا، بس هقلبها بكميات صغننه. والملح خدوا بالكم عشان كل حاجه هتبقى متبله معانا. الفراخ نفسها كفته، وعندنا الكفر كمان بتاع اللي هو البقسماط متبل، ومعانا الدقيق برضو دوت الكفر ده هيبقى متبل. تمام. الدقيق انا حطيت هنا عندي كوباية أو نص كوباية دقيق على نص كوباية مية، بحاول أضربهم يعني اللي هو مع بعض كده واخلطهم مع بعض. هحط عليهم بيضايه وهقلب. لو لقيت القوام بتاعي تمام مناسب، اللي هو ولا تقيل ولا خفيف، قوام معين كده هوريهولكوا. تمام اوكي ماشي مفيش مشكله. لو لقيته اتقل هضطر ان انا اضيف شويه ميه كمان. وبرضه هتبل الخلطه اللي قدامنا دي، هتبلها بملح وفلفل اسود، وممكن شويه بصل باودر وجنزبيل وبس. تمام. علشان انا بتبل ليه كل حاجة، علشان طعم الكفتة نفسها يبقى متبل ومتبهر وطعمه حلو. تمام كده. فخدوا بالكم كمان من الملح، سواء هنا او هنا او في الكفتة. اعملوا المعيار اللي يناسب يعني الطعم اللي انتوا بتستقبلوه في الحاجة نفسها. بصوا القوام بقى دلوقتي اهو بتاع الدقيق، زي ما احنا شايفين كده، هو ده القوام اللي انا عايزاه. طبعا بعد ما طلعت من التلاجة ببلح الشام، يعني عامله زي بلح الشام، لان انا عملتها بام بلح الشام. بس مش عارفه هي راحت فين بصراحه. الفيديو ده يعني راح فين وانا بمنتج ما لقيتهوش. المهم، فانا خدت الكفته بقى وهي لسه ماسكه نفسها، علشان احطها في السايل بتاعي، الكفر السايل بتاعي.
وبعد كده بقلبها في البقسماط بالفيجيتار بتاعي. تمام كده. بفضل اقلب فيها كده زي ما احنا شايفين، يعني بحاول اضغط عليها بحيث ان هي تبقى خلاص اضمن ان التتبيله نفسها الكفر نفسه ماسك ما بينزلش مني زي ما احنا شايفين. تمام. برضو هاخد اللي بعديها زي ما احنا شايفين، هتبقى سهله عليكم قوي لو طالعه من الفريزر. عشان كده انا بقول لكم يعني فريزر احسن، حطوها في الفريزر لانها هتسهل عليكم، مش هتبقى مفكوكه في ايديكم، هتتعاملوا فيها بسرعه. اللي هو يعني هتبقى مش اللي هي مايله تميل، سايحه منكم سايبه منكم كده يعني. بس هعمل برضو بنفس الطريقه كل الكميه اللي عندي زي ما احنا شايفين، بدوس عليها اكنه بانيه بالظبط معايا، وبحاول ان انا التتبيله ما تقعش منه، يعني ما تقعش من عليه زي ما احنا شايفين كده. بحاول اكورها زي كفتة كده، بمشيها على ايدي بحيث ان هي تبقى مظبوطة واحس ان الكفر مش واقع من عليها اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. بجد هتعمل معاكم كمية وبأقل من صدر فرخة اصلا، مع كوباية دقيق شوفان وحاجة مغذية بقى يعني. وفي نفس الوقت حاجات يعني ولادنا يبقوا حاسين ان هم معاهم طبعا سندوتشات كفتة فراخ، فالدنيا هتبقى مختلفة معاهم يعني. وتنفع معانا برضو لأي حد مثلا بيشتغل، تيجي من الشغل تبقى الأطباق جاهزة أصلا في الفريزر، تطلعيها مع شوية مكرونة شوية بطاطس للولاد وشكرا يعني. بصوا زي ما احنا شايفين، بصوا الصباع انا كده متحكمه فيه بدل ما يبقى طري. ادي الكميه معايا ما شاء الله حلوه قوي، باقل من صدر فرخه. بجد رمت والطعم التحفه والتتبيله مظبوطه وكل حاجه فيها مظبوطه. يعني بجد هتفرق معاكم جدا في سندوتشات، في تمارين، رايحين نوادي، في اي حاجه، في غدا، في عشاء، حاجه سريعه هتفرق معاكم جدا يعني. احنا بنروح نجيب الطبق زي كده مثلا بره بقد ايه، وحاجة مش ضامنين اصلا ايه اللي بنأكله لولادنا، فاحنا كده ضامنين الحاجة. هنحط دلوقتي بصوا الحاجة الكفتة نقليها زي ما احنا شايفين، بصوا كده ماسكة نفسها ما بتفكش الحمد لله خالص. يعني هتفرق معاكم كمان انتوا لو مشيتوا تبع التكنيك اللي انا ماشية بيه ده، بجد هتبقى كويسة جدا. والفريزر ما تنسوش ان هي تتحط وتعملوها، لو تعملوا الكفر بتاعها اللي هو تعملوها تغلفوها يعني، وهي طالعة من الفريزر على طول. نقلي بقى زي ما احنا شايفين نار متوسطة وهي بتكبر عليه، يعني بنعليها عليها وتحمى عليها علشان ما تنزلش في نار حامية وما تلحقش تستوي من جوه. بس كده زي ما احنا شايفين بقى، بجد تجنن يعني، حلوة قوي وطعمها خطير جدا جدا. بصوا ما فيهاش غلطة يعني، جربوها وهتدعوا لي والله. ولو عجبتكم الوصفة بقى ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب، تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد مني يا حلوين. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.